عمرك فكرتي شي نهار علاش النصارى متقدمين وعلاش المسلمين متاخرين؟ علاش هما واصلين لهذا النيفو الطالع في جميع العلوم، سواء الطب سواء الصناعه سواء التجاره واللي بغيتي؟ وعلاش المسلمين متاخرين في كاع هادشي؟ وكيف ما كنعرفوا كاملين الحضاره الاسلاميه باقه لجميع العلوم سواء الطب سواء التجاره ولا الصناعه ولا حتى الاقتصاد، والنصارى ما وصلوهم التحضر ما وصلوهم التطور حتى ل3 قرون الاخرى. وهذه المده القصيره كانت كافيه للنصارى باش يتقدموا على المسلمين سنوات ضوئيه. السؤال هنا، شنو اللي خلى النصارى انهم يتطوروا ويوصلوا لهذا المستوى هذا؟ وشنو هو السبب اللي خلى المسلمين يتخلفوا ويرجعوا للور؟ هادشي كامل غادي تعرفوا في هذا الفيديو، تبع معايا. اوروبا عاشت قرون طويله من الظلام والتخلف، وهذا الشيء بسبب اللي كانت كتحط جميع القوانين والشروط والافكار بهدف الخضوع للقسيسين والباباوات، خضوع مطلق في جميع النشاطات الفكريه. خلاهم يعيشوا بسبب هذه المده كاملها بلا ما يزيدوا حتى خطوه للقدام، بل بالعكس زادت نسبه الفقر وزادت نسبه الجهل والظلام. اما بالنسبه للحضاره الاسلاميه فبدات بسقوط الامبراطوريه الرومانيه في المشرق وبالتحديد بلاد الشام على يد صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء خلى الفتح الاسلامي يتوسع في الروم وفي القسطنطينيه عاصمه الكنيسه الشرقيه الارثوذكسيه في القرن السعودي. هذا التحدي الجديد ولا كيهدد عروش الباباوات والقسيسين، كان حافز لاعلان الجهاد المقدس ضد الحضاره الاسلاميه، وبدات الحروب الصليبيه. وهنا بالتحديد وقع التغيير، الحدث التاريخي هو اللي غير تاريخ اوروبا بالكامل وبدايه مرحله جديده. من خلال هذه الحروب والفتوحات احتكوا نصارى اوروبا بالمسلمين، احتكاك ما بين امه ما كتعرف لا تبعيه مطلقه لا قسيسين لا باباوات، واللي كتامن باهميه العقل والتفكير الصحيح، واللي كتعطي الانسان الكرامه والمكانه الخاصه به، وما بين امه ما كتعرف حتى حاجه من هذا الشيء، وما عمرها فكرات اصلا ان لها حقوق اللي تمحات من طرف الكنيسه والقسيسين والباباوات. هذا الحدث اللي هو الاحتكاك مع المسلمين كان له سبب مهم في استفاقة نصارى أوروبا وإعلان التمرد ضد الكنيسة اللي كانت قمع الذات الإنسانية. بداو النصارى كيتعلموا على يد المسلمين في جامعات الأندلس والشام، وإدراكهم للتحرر العقلي اللي كاين عند المسلمين بعكس أوروبا. ومن هنا كنعرفوا أن أوروبا ما قدروش أنهم يتطوروا إلا من بعد ما نجحوا أنهم يتخلصوا من القيود والقوانين اللي كانت مشرعاها لهم الكنيسة. إلا كان السبب في الغرب انهم يتطوروا هو ابتعادهم على الدين المحرف ويبداو طريقهم في العلم والتفكير الصحيح، فراه العكس تماما بالنسبه للمسلمين اللي كان سبب رئيسي في التخلف ديالهم هو التخلي ديالهم على الدين الصحيح، اتباع البدع والخرافات والتواكل والحرص ديالهم الشديد على مشاغل الدنيا. منين كانوا المسلمين محافظين على دينهم ومحافظين على التقاليد والشعائر ديالهم خدموا، ومنين خلاو الدين الصحيح ديالهم تخلف. والعكس بالنسبه لاوروبا، منين كانوا متمسكين بالدين المحرف ديالهم وبالشرائع اللي لا اساس لها من الصحه تخلفوا، ومنين خلاوها تقدموا. اوروبا عاشت قرون من الجهل والظلام والفقر الفكري، احتاجت الامه الاسلاميه اللي كان لها الدور الاول والاخير ان اوروبا تولي بهذا الشكل اللي كنشوفوه فيه دابا، واللي اي واحد كيتمنى انه يمشي لها. دول متحده قويه، دول كتامن بالكفاءات، شنو عندك ماشي شي حاجه اخرى، دول قدرات تحول 180 درجه في وقت قصير وبسرعه ضوئيه. العزيمه والقوه في العمل تقدر تخلينا اننا نغلبوا واننا نوصلوا للمستويات اللي واصل لها الغرب، وهذا الشيء ماشي شي حاجه اللي صعيبه، خاصه دابا اللي كنشوفوا بزاف ديال الدول الاسلاميه اللي غادا في محاولات باش ترجع الامجاد والتراث الاسلامي، قدرات انها تخلص من القيود اللي مخليها في التخلف، بحال ماليزيا اللي ولات دابا ثالث اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا من بعد اندونيسيا، اللي ما كيعرفش الجميع ان اندونيسيا هي اكثر بلد اسلامي في العالم، وهي دابا ثاني اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا، واللي قدرات انها تامن بالقدرات ديالها وتخلص من هيئات الغرب وتولي ذات اقتصاد قوي. كذلك قطر اللي كلشي شاف المستوى اللي بانت به في كاس العالم والقيود اللي فرضتها كاحترام للدين الاسلامي، وهذا الشيء اللي شرف جميع البلدان الاسلاميه. والامارات وبزاف ديال الدول اللي غادا في تقدم وفي تطور، وكاين امور اخرى اللي بينات الجانب الاسلامي ديال بصح، بحال المنتخب الوطني المغربي اللي لقبوه بمنتخب الساجدين، وكلشي عجبو التصرفات ديال اللاعبين من مورا كل ماتش اللي كيمشيو عند امهاتهم بطريقه زوينه ومحبوبه، حيث ان الاسلام كيوصي بالوالدين واحترامهم وتقديرهم وتقديس المكانه ديالهم. هذا الشيء كيبين ان التحرر الاسلامي ممكن
أكثر من أي وقت، وكيبين أن الإسلام دين الحق، التطور والتكنولوجيا ودين الحداثة، ماشي كيف ما كيدعيو وكيصوروه لنا أنه دين قديم ما بقيناش محتاجينه شحال من حاجة. والسبب في أن الأمة الإسلامية رجعت سنوات ضوئية اللور هو التخلي ديالها على أسمى حاجة كانت بالنسبة لها اللي هي الدين. كان معكم أسامة علاوي، دمتم في رعاية الله.